نذهب إلى روايع البارجيل. عاطلنا كلمة حوي. الحوي نحن عندنا هو حوش البيت من الداخل. حسين البلوشي. الحوي أي حوش البيت من الداخل، اللي هو يعني تعرفون البيوت العربية توجد في منتصفه فيلا مثلا، وفي أطرافها هذا الحوي يسمونه. فتجد مثلا الشخص اللي أبو يقول حق عياله بي الجوزين هالأيام، ما بالحين عاد قبل العبوا في الحوي. فحد ليش أنا أتعمد أقول هاي الأشياء؟ لأن الآن أغلبهم حد في السيايير ويا عيالهم يقول أبوي يلعبوا في الحوي. يقول أبوي يعني وين نلعب؟ لأن ما متعرفين إلا اللي الناس يعلمون عيالهم. الحوش المنزل يسمونه الحوي. طبعا اللي في الشقق ما عندهم حوي. الشقق يمكن يكون برا عندهم بلكونة وتحملوا ويخلون يلعبون بعد في البلكونة. زين، فلذلك نقول بأن الحوش البيت نحن نسميه حوي. قد تقال في دول عربية ما أدري، بس أظني حوش هي الأغلب، مثل وائل شو تقولون؟ حوش نعم. فحوش يسمونه. من وين يت عاد حوش ما أدري، وحوي بعد من وين يت